المظاهرة انت جيت 12 سنة صبر كان قال ماذا بك كبيرة الجامعة خالص به بالسلام به نخليو لنا المحل وجالو اللهم امين. كان شي محل اخر في هذا كان شونتيون دابا كان شونتيون انا التاول هذا التاول المدرسة وزيد الجزرة وياك والفئة المسلمة الناس ما حيدوا الناس يعني احنا كنا دابا نمشيو نديروا قافله طبيه يجيو الناس مع 9 10 يجيو نفوتوا عليهم نعطيهم الدواء بالفونكسيون كلشي يشوفهم. هذا العام كثير من الاخوان درنا هذا مزيانه رائعه الفكره نعطيهم هذا. انا اعتقد انه هذه الكميه ديال كاع اللي كاينه غادي تفرق عليهم وغادي تبقى لان غادي تبقى وربما باش ما في اخوان كما شي كونتيتي كنقلوها لبلاصه ديالها باش تعرف. لا باش الفكره ديالي ديال الديبار نعرف الفئه المستهدفه شحال باش نعرف شحال عندي غادي نوزع شحال يقدر يبقى لي. هذاك اللي يقدر يبقى لي نعرف شكون هي المنطقه اخرى اللي ثاني نقدر ونقدر نوصل عندها ولا نستدعيهم يحضروا معايا تما نسلمهم. كاين شي عائلات بحال اللي كاين شي مرض غادي نوصلهم ديال مابقاش هادو واحد كنا شي طلبه وشي اخوان اللي تما ساكنين وكاين طلبه في مسجد النجاجره في مدرسه قرانيه ما غادي تكون كان بيطلب الاخرين غادي يتبقاو كاين شي صوالح راه عندهم مالهم معينين مزيان طري بيان. بالنسبه للكواسو غادي نشوف لكم سميتو محليا تمايا الا ما كنتشوفوا ولاني غالبا الكساره ما كلشي غادي يحتاجها كلشي ديما مع البرد مع البرود الا فيها 3 4 ما نقدرش نعطيهم واحد تعطي غير واحد زائد ما شي ذاك المستلزم تعطي غير واحد. الله يوفقك اللهم امين. هذه فكره مبادره اول مره الفكره شنو هي تتكبر اذا خدتك برا غادي نحس غيحسي فيها ولا غادي تكبر. لا مزيان رائعه ما رائعه كانت الادويه مزيان. الله يسخر ها هي الفكره هذو غادي نعبر بحال على دوز سنه ندير هذا المويد على دوز سنه عند شحال عندي الناس اللي يكونوا في الكار باش نطلب الله يكون
مثلا الكواش غادي ندير واحد الرقم اللي خاصنا نجمعو كل سنه نوصلو من جهه وعلى ما اظن غادي يدخلوا معنا شركاء لا كاين غادي هذه الاولى المحسنين من ولاد الاحياء يعرفوا بانه العمليه جاده وصلت العنوان ديالها هذا الشيء ما يمشي حتى واحد ولا 5% ما بين واحد كاع اللي عرفونا في الخارج عرفونا انه وقت قالت ما عندناش بكري انا بنفسي راني قدموها شويه على فيفري لا خصها شويه في جونفي والملاحظات كلشي حاجه الفكره فاش تنزل هي تتصوب ديالها وتصوب المحل فين غادي سميتو ان شاء الله راح تكون صحه وهذا هو المظنون فيكم والله بالتوفيق ان شاء الله. شكرا.